هالوصفة ما استخدمت فيها لا البيض ولا الطحين وما دخلتها أبدا على الفرن، بس احتاجت مني نص ساعة تحضير وبعد هيك مباشرة على الثلاجة. تعالوا نعمل مع بعض أطيب ليزي كيك بطريقة ناجحة وطعم بشهي. مكونات الطبقة الأولى راح نحتاج 400 جرام من البسكوت السادة مكسر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، و3 معالق كبار من السكر، ومعلقتين من الزبدة، و3 كاسات من الحليب السائل. في البداية راح أضيف الحليب السائل طبعا بطنجرة أو قلاية تكون وسيعة، وأكيد إذا مش متوفر عندكم الحليب السائل ممكن لكل كاسة تحطوا 3 معالق كبار من حليب البودرة وتكملوا الكاسة مي، تحركوها كثير منيح مع بعض لحتى يذوب الحليب. الكاكاو الخام الأفضل يكون غير محلى، بنضيف هون كمان 3 معالق من السكر الحبيبات، وبضيف هون الزبدة. ضفت كل المكونات مع بعض، بحركهم على البارد وبرفعهم على النار، بستمر بالتقليب لحتى يبلش يفور معي بهاي الطريقة. لما يفور معي بوطي النار وبتركه يضل يفور بهاي الطريقة لحتى ينقص عندي حجم المي. بضل أقلبه كل شوي ما بتركه لحد ما أشوف الخليط بلش يثقل معاي، بطفي مباشرة النار. شلته عن النار وكخطوة اختيارية ضفت هون معلقتين كبار من الكريمة البودرة. طبعا بالوصفة الأصلية ما بحط الكريمة البودرة، طبعا هاي يعني إشي اختياري من عندي. أهم خطوة بترك هون الخليط لحتى يبرد تماما، وبعد هيك بضيفه على البسكوت. ما لازم نضيف الخليط الشوكولاتة وهو سخن، أكيد بذوب معانا البسكوت. تركته لحد ما برد عندي تماما وبعد هيك نزلته على البسكوت. ببلش أقلب بهاي الطريقة لحتى يتوزع عندي خليط الشوكولاتة على كل البسكوت. بقالب التشيز كيك أو ممكن صينية حجم وسط. حطيت هون ورقة الزبدة على الأطراف ومن تحت، وبنزل هون كل الخليط. أهم خطوة نوزع البسكوت بشكل متساوي ونرصه لتحت كثير منيح لحتى نحس إنه متساوي من كل الجهات. والطبقة الثانية طبعا طبقة الشوكولاتة كمان راح أعملها على النار. راح أحتاج 3 أكواب من الحليب بضيفهم بالبداية. طبعا حجم الكاس اللي استخدمته بهاي الوصفة 250 مل، استخدمت الأكواب المعيارية. وضفت نص كوب من السكر، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام، و3 معالق ونص كبار من الطحين. وراح أحتاج كمان معلقتين كبار من النشا، وآخر إشي راح أضيف معلقة واحدة من الزبدة. بخفقهم كثير منيح مع بعض لحتى عنا يذوب الطحين والسكر وكل المكونات اللي حطيناها مع بعضها، وبرفعها على النار. بستمر بالتحريك طبعا نفس مبدأ المهلبية، أول ما نشوفه يجمد معانا بهاي الطريقة مباشرة بنطفي النار وبنزله مباشرة على الطبقة الأولى. وبس هيك عنا قلب التشيز كيك صار جاهز. بدخله على الثلاجة مش أقل من 4 ساعات، بعد هيك بنشوفها بتكون جاهزة. طبعا أنا تركته ليلة كاملة، راح أفتح عليه وأفرجيكم كيف طلع معانا. طبعا هالوصفة راح تنجح معاكي من أول مرة، حتى لو أول مرة تدخل المطبخ وتعملي حلويات. وآخر طبقة راح أحتاج من معلقة لمعلقتين من الكاكاو، برشهم بهاي الطريقة على الوجه. ما أحكي لكم الطعم بجد إنه بشهي، جربوها كثير راح تحبوها. ليزي كيك بسيط وسهل وبجد إنه بشهي. وإذا حبيتوا وصفتي لليوم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه. كانت معكم روان من قناة موهبتي، ومع السلامة.